بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في تربة صعيد بستان الشفاء في بلاد بني بالحارث بن الخزرج رضي الله عنهم، ساداتنا الأنصار. ونحن الآن في عصر يوم الجمعة. هذا هو البستان المسمى ببستان الشفاء أو تربة صعيد، وهو الذي ورد فيه الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اطلع عليه أحد الأنصار وجعا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم قال له: أين أنت من تربة صعيد؟ فأخذ أصبعه فوضع عليها ريقا ثم غمسها في تربة الأرض وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ثم دهنه بها فبرئ. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بني بالحارث فقال: يا بني الحارث ما لي أراكم روبا، يعني أصابتهم الحمى، أين أنتم من صعيد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء ووضع فيه تربته وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما ورد. فورد في هذا الحديث طريقان: الدهن والوضع في الماء. وطبعا وردت أحاديث أن تمر المدينة كله شفاء وخص منه العجوة والبرني، وكذلك فتراب المدينة كله شفاء وخص منه تربة صعيد في بلاد بالحارث بن الخزرج. ساداتنا بالحارث بن الخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا البستان الكبير الذي يعود لهم، ويعود لهم كذلك بستان عظيم آخر هو السنح، والذي كانت فيه إقامة السيدة حبيبة بنت خارجة بن زيد ابن زهير بن أبي ليلى سيد بني بالحارث بن الخزرج، والذي صاهره سيدنا أبو بكر الصديق وتزوج بنته. وفي يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يمرضها، قال: يا رسول الله ائذن لي أن أمرض بنت خارجة. فذهب وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خف من وجعه، فلما عاد وجده قد انتقل إلى الرفيق الأعلى ضحوة في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام 11 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعلام ساداتنا بني بالحارث ابن الخزرج، وهم من المقدمين في الإسلام والسابقة. من أعلامهم سيدنا سعد بن الربيع، وكان شهيدا في أحد هو وسيدنا خارجة ابن زيد ابن زهير بن أبي ليلى رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد تقطع في سبيل الله لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد في أحد وقد قتل في أحد، ولم يكن ذلك صحيحا، بل عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ساداتنا أيضا سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا هنا في خلف هذه الديار تحديد ديار بني قينقاع، ومن هنا في الاتجاه المقابل نصل إلى البويلة أو البويرة في أراضي النضير التي حرقها النبي صلى الله عليه وسلم، منها 6 نخلات. اللهم صل على سيدنا محمد. والحمد لله ذي الفضل والجود والكرم، الحمد لله مولانا باري النعم. يا ربنا لك الحمد على هذا الفضل العظيم. لا حرمنا الله المدينة وأكرمنا بالجوار فيها بواسع فضله سبحانه.